مع بيبرس أكاديمي هنتعلم حاجة جديدة النهاردة، يلا بينا. أهلا بيكم في أكاديمية بيبرس. النهاردة هنتكلم عن حاجة بسيطة بس مهمة جدا في التخطيط وإدارة المشاريع، اسمها تحليل موسكو. والهدف منها إنك تعرف إيه المهم يتعمل دلوقتي وإيه اللي ممكن يستنى. الكلمة دي باختصار لأربع حاجات. أول حاجة الإم ماست هاف، يعني لازم تتعمل، من غير المشروع ممكن يفشل. زي مثلا لو بتعمل تطبيق موبايل، تسجيل الدخول ده لازم يكون موجود. تاني حاجة عندنا وهي شود هاف، ودي حاجات مهمة بس ممكن تتأجل شوية لو الوقت أو الميزانية مش مكفيين. زي مثلا خاصية احفظ كلمة السر، مفيدة بس مش ضرورية زي تسجيل الدخول نفسه. تالت حاجة عندنا كود هاف، ودي حاجات إضافية لو عملناها يبقى المشروع بقى أحسن، بس لو ما عملناهاش مش هيأثر قوي، زي تغيير الألوان أو إضافة أنيميشن خفيف. ورابع حاجة هي وونت هاف، يعني حاجات مش هنعملها دلوقتي بس ممكن نفكر فيها بعدين لما نطور المشروع، زي إننا نضيف خاصية شات داخل التطبيق، فكرة حلوة بس مش وقتها. ببساطة تحليل موسكو بيساعدك ترتب أولوياتك صح، تركز على الأساسيات وتوفر وقت ومجهود، وبكده احتمالية نجاح مشروعك بتزيد جدا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وشارك الفيديو مع أي حد بيخطط أو بيشتغل في المشاريع عشان يستفيد. واشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي من أكاديمية بيبرس.